مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا وحلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. ما لم يشكر الناس لا يشكر الله. ميرسي جدا لحضراتكم، اسعدتوني جدا على كميه الرسائل اللي جت على برنامج الكره مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر وقناتي على اليوتيوب بعد حلقه ريبيرو يكمل ولا يمشي. وطبعا لازم من هنا من برنامج الكره مع محمد صابر نشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي اللي هم استمعوا لبرنامج الكره مع محمد صابر واستمعوا لصوت العقل. احنا اول برنامج نادينا ان ريبيرو لا يصلح مدير فني، لا يصلح مدير فني، فقير فنيا جدا جدا جدا، ما ينفعش حتى يمسك مركز شباب مش النادي الاهلي. وقلنا ان النادي الاهلي ببطولاته زعيم افريقيا، النادي الاهلي بابا الشغلانه، ريبيرو هخليه ينسى الشغلانه بجد. كان قرار حكيم جدا 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 من اداره النادي الاهلي النهارده اللي اخده كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. والنهارده انا بقول لحضراتكم هنا من برنامج الكره مع محمد صابر، لما بدات معاكم برنامج الكره مع محمد صابر قلت لكم انا لا هنتمي لالوان ولا اسماء ولا انديه، هنتمي للكره المصريه وسمعه مصر والرياضه المصريه. لما نادي مصري مش ماشي على المسار الصحيح وفي مشكله مدير فني مش عارف يدير نجومه، مش عارف يدير، واللعيبه لا عارف يحط تشكيل ولا عارف يعمل خطه ولا فنيات ولا عارف يعمل اي حاجه، مدرب بدون هويه بدون شخصيه، كان لازم يمشي. ده مش ده لو كان استمر مش هيحقق طموحات النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي ولا بطولات النادي الاهلي ولا تاريخ النادي الاهلي. ما النادي الاهلي ده كبير، ما النادي الاهلي ده حضرتك بيمثل حضرتك وبيمثل حضرتي، بيمثل مصر في افريقيا، وكان بيمثلنا في كاس العالم في امريكا. هو ده النادي الاهلي. واي نادي مصري هيتعرض لمشكله انا معاه، لو كان نادي الزمالك، النادي الاهلي، النادي المصري، نادي الاتحاد، نادي الاسماعيلي، نادي غزل المحله، اي نادي مصري من اسكندريه لاسوان، انا هطلع اتكلم. انا النهارده ببعت رساله لكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، عايزين مدير فني يليق ببطولات النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، يكون مصري بقى يكون اجنبي، يكون مدير فني عنده حاجه، لان ريبيرو ما كانش عنده اي حاجه، ما عندوش حاجه، مدرب فقير فنيا. وانا قبل ما اسيب حضراتكم هطرح سؤال مع حضراتكم، حضرتك مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري للنادي الاهلي؟ حابب الاهلي يكون معاه مدير فني اجنبي في المرحله الجايه ولا مصري؟ هستنى حضراتكم وراء حضراتكم بعد الحلقه على برنامج الكره مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.